فيديو النهاردة عن أهم نصايح لو أنت شخص مبتدئ أو أنت داخل الجيم أول مرة. طيب، في البداية قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، وشير الفيديو دوت لأي حد حابب إن هو يدخل الجيم لأول مرة علشان يستفيد من محتوى الفيديو دوت. لأن أنا عايز أقول لك من ضمن الحاجات، يا رب الكاميرا تجيبها لك، كل دي توبكس عايزين نتكلم عليها النهاردة. فيلا بينا نبدأ بسرعة. أول حاجة، بطل تاخد معلومات أوفر، بمعنى إليا كليتس، إليا مليتس، كيلسو شراجز، التمرين ده في وضع الاستطالة، التمرين ده في وضع الانقباض. بطل تأفور في المعلومات او كمية المعلومات اللي انت بتدخلها مخك. لا، خش سماعاتك، جدول تمرينك اللي انت حاطه لنفسك، او حتى لو انت ماشي مع مدرب، جيت جرايندنج اللي هو عارف انت الشغل بتاع الموتيفيشنال والكلام ده. خش يا باشا، كسر اوزانك براحتك، عيش حياتك، فكك من اللي يقول لك وضع استطالة، وضع انقباض، وضع مش عارف ابصر ايه الكلام ده كله. كل دي حاجات اوفرلود انفورميشن ملهاش لازمة عليك. هتقعد تفكر بقى، طب انا هعمل دي، طب انا هعمل دي، طب انا مش عارف ايه، طب انا سماعاتك في ودنك زي ما قلت لك، تمام، ميتك معاك، جدول تمرينك في ايدك. عارف انت شفت الشغل اللي بتاع عبلة كامل ومطوتك ومش عارف الكلام ده، هو ده. تمام. البروتين بتاعك تبتدي من 1.6 لحد 2.2. ليه؟ وليه النسبة دي؟ طيب، ليه البروتين بيبقى عالي؟ عشان بحافظ على حاجه اسمها المعدل النيتروجيني، وده اللي بيكون في الحاله الايجابيه علشان يساعد او يساهم في ان انا ازيد عضلات. طيب، ليه 1.6 او 2.2؟ لان معظم الابحاث او الريسيرش اللي طلعت على الموضوع دوت اثبتت النسبه دي. طيب، هل انا يعني ممكن ان انا اقل عن 1.6 في يوم من الايام مثلا الاقي عضلاتي وقعت؟ لا، عادي. انت ممكن تجرب مع نفسك تلاقي جسمك بيستجيب اصلا لواحد ونص، 1.4، 1.3. عادي، انت بتجرب. ولكن النسبة المثالية اللي بنتكلم فيها اللي هي ايه؟ من 1.6 ل 2.8. وجبة بعد التمرين. وجبة بعد التمرين لازم تهتم بيها كويس جدا. فوقك من اللي هو يقول لك ايه، اصل الميتابوليك ويندو بعد نص ساعة ولا 45. ريلاكس، اهدى، مفيش اي مشكلة. ساعة ساعتين وخد وجبتك، عادي، مفيش اي مشكلة خالص. البناء العضلي عمره ما هيقع، الميتابوليزم بتاعك عمره ما هيقف. الحاجات ديت لو وقفت ده معناه ان احنا متنا. خلي بالك. آم، احسب الماكروز بتاعتك. لو انت شخص مبتدئ، نصيحة مني، احسب الماكروز بتاعتك في اول رحلتك، لان ده هيساعدك بشكل كبير جدا جدا جدا. انت كشخص مبتدئ عندك كمية فرص رهيبة انك تزيد ماسلز بطريقة مرعبة، بطريقة مرعبة. انت ممكن اول سنة ليك لو انت شخص مبتدئ في الجيم، لو شغال صح، هتلاقي نفسك زايد من 10 ل 15 كيلو في سنة، ماسلز بيور. ليه؟ جسمك في حالة ستريس جديدة، اتعمل له شوك، خد على عينه كده مره واحده، فقال لك ايه ده، لا لازم نكبر ونشيل اوزان ونلعب كده. فانت ما بالك لو انت دخلت مرحله زي ديت وانت اصلا اكلك مش مظبوط، هتزيد عضلات. فما بالك لو اكلك مظبوط بقى ونومك مظبوط، بوم. خصوصا لو انت سنك صغير، لو انت سنك صغير هتبقى بعيد عن الاسترس، هتبقى بعيدا عن مشاكل الحياه، هتبقى بعيد عن حاجات كتير جدا. فاهمني؟ مش هتكون شايل مسؤوليه او هم. فاهمني ازاي؟ اللي هو ليك فرصه انك تطور من نفسك، تطور من ذاتك، متاح ليك حاجه زي كده، ان اهلك لسه معاك، مفيش عليك ضغط شغل، مفيش عليك ضغوطات حياه. فاهمني؟ فانت اول سنه او اول سنتين ليك دول بالنسبه لك، خصوصا لو انت شخص لسه في التينيجر، اللي هي المرحله بتاعه المراهقه او المرحله بتاعه الشباب، اللي هي قبل ما خلاص اتخرج للجامعه واعمل شغل والكلام ده كله. استغل الفتره ديت انك تطور فعلا من نفسك وتطور من جسمك. اتمرن كويس، كل كويس، ونام كويس. هتلاقي نفسك في اول فترات ليك اللي هي، ما اقول لك على حاجه، من سنه ل3 سنين، لو بتحافظ على ال3 حاجات دول بجوده وكفاءه عاليه بنسبه، مش هقول لك 70%، 80 90%، هتلاقي نفسك زايد عضلات بطريقه مرعبه. أه خلي حد يتمرن معاك، سواء مدرب او سواء واحد بيفهم في اللعبه او سواء حد حابب يتطور زيك. ليه؟ هتشدوا بعض، هتساعدوا بعض. تمرينتك ممكن يزيد عن الساعه، ممكن تزيد عن الساعه ونص،
بس هتلاقي نفسك بتكسر اوزان وبتعمل اداء مرعب. هتساعدوا بعض وهتشجعوا بعض، ومفيش حد فيكم هيقع. لو واحد فيكم وقع التاني هيشده، لو انت وقعت هو هيشدك، لو هو وقع انت هتشده. فاهمني ازاي؟ هترتبطوا مع بعض في التمرين. التكنيك والاداء السليم. خش فيديوهات يوتيوب، خش فيديوهات يوتيوب، خش فيديوهات يوتيوب، راجع الاداء السليم لكل تمرينه. زي ما قلت لك في اول الفيديو كده في التوبيك الاولاني، فوقك بطل تاخد معلومات اوفر كتير ملهاش لازمه، راجع الاداء، خش على تمرينك اديه صح. ده اللي احنا عايزينه. اتمرن رجل، اتمرن رجل. ليه؟ تتمرن رجل هتلاقي نفسك نسبة التستوستيرون عندك زادت. آه كل ما كانت الماسلز الكبيرة بتتمرن عندك في جسمك هتلاقي ان في هرمونات قوية جدا للاكسيتوسين او لا مش الاكسيتوسين، اللي هو الاندورفين والمش عارف ايه، والحاجات اللي هي ليها علاقة بالسعادة، عشان ما افتيش مثلا او اقول معلومة غلط. هتلاقي نفسك الهرمونات ديت عندك في جسمك بتفرز بشكل كويس جدا، فبالتالي لو انت عندك حتى كمان ستريس ليفل هتلاقيه عندك بيقل. ده غير كمان ان الرجل من ضمن العضلات اللي هتساعد كمان في تحسين آه، عمل الدورة الدموية في جسمك، اللي هو البلاد سيركوليشن، اللي هو الدم رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي. فاهمني؟ ظبط الدايت، ظبط الدايت. فكك من اللي يقعد يقول لك انا ستريكت وانا مش عارف ايه وانا. كيب ات سيمبل. اهدى، اهدى. اظبط الدايت بتاعي، احسب سعراتي، اخد وجبه تشيت ميل عادي كل 7 ايام او 10 ايام، مفيش مشكله. وجبه تشيت ميل، وجبه. حابب ان انا اسيف سعرات مثلا على مدار الايام، بحيث ان انا اخد وجبه تشيت ميل كبيره او اخد وجبتين تشيت ميل مثلا في اليوم دوت، عادي جدا مفيش اي مشكله. كده كده الوجبتين تشيت ميل دول لو انا خدتهم من ضمن السعرات اللي انا قللتها زياده على مدار ال 10 ايام او السبع ايام، كده كده انا خدتهم في وجبه التشيت ميل ديت، فكاني انا كده ايه برضه اون تراك. بس ما عملتش كاتنج برضه، او ما عملتش ديفيسيت عالي، بل على العكس انا برضه فضلت ماشي على التراك بتاعي، بس سيفت شويه سعرات خدتهم من هنا حطيتهم في وجبه التشيت ميل اخر الاسبوع. الميه. اشرب ميه، اشرب ميه، اشرب ميه. فتره البولكينج بتاعتك بالذات او فتره البناء العضلي ليك، انت محتاج تشرب ميه كويسه جدا، لان انت مع الوقت هتزود كربوهيدرات، فكربوهيدرات ده معناها ميه، معناها ان انت تزود املاح. اشرب ميه. ايام الراحه، نصيحه مني ليك ودي بفلوس، ومن ضمن الحاجات اللي بعض الناس كتيره جدا ما تعرفهاش، ريح يومين ورا بعض في الاسبوع. ريح يومين ورا بعض في الاسبوع، مش اقل من كده. ليه؟ لما تريح يومين ورا بعض في الاسبوع عضلاتك هتريكفر، والجهاز العصبي المركزي بتاعك هتريكفر. فهنا ايه اللي يحصل؟ فتره التدريب بتاعتي تزيد، مش هوصل للبرن اوت، مش هوصل لمرحله الاكزوشن، مش هيحصل لي تريننج اوفرلود بدري. هلاقي نفس الجهاز العصبي بتاعي مريح وهادي، وفي نفس الوقت هزود اوزان، لان انا بريح الاسبوع اللي بريح اليومين دول بدخل فيهم برضو كميه اكل محترمه زي اليوم العادي، ولكن هنا انا بدخل كميه الاكل ديت وانا مريح في بيتي، ما بعملش اي مجهود. ممكن لو انا قمت اعمل حاجه في البيت كده كده كده، ولكن اللقطه التقيله بتاعت شيل الاوزان او حط الاوزان والكلام ده كله مش موجوده، فبالتالي الاكل ده كله هيتخزن جلايكوجين، وفي نفس الوقت هريح اعصابي وههدى. فاهمني؟ الموضوع عايز شرح كبير لانه هيوسع مننا، ولكن زي ما قلت لك لما تريح اليومين دول جهازك العصبي المركزي، وده اهم حاجه على فكره من ضمن الحاجات، هيريح هيهدى. فانت بالتالي مش هتحتاج تعمل الديلود بتاعك في نص المسافه مثلا، او تلاقي نفسك بعد شهر شهرين هتعمل ديلود اللي هو مثلا ممكن يقعد معاك 3 4 ايام او ممكن اسبوع. لا، هتلاقي نفسك مكمل اوريدي، لان انت اديت لجسمك حقه اللي هو يطلع تطلع 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 هوب من خلال اليومين دول. صدقني جربها. ميزان الاكل. مفيش حاجه اسمها دايت ومفيش حاجه اسمها ماكروز وحساب سعرات من غير ميزان اكل. هات ميزان اكل، احسب اكلك بالجرامات علشان تقدر تتراك الاكل بتاعك وتقدر تتراك الدايت بتاعك صح. اخلط بين الاوزان الحره والاجهزه. ناس كتير جدا هتقول لك لا الاجهزه وحشه، لا الاوزان الحره. اخلط بين الاثنين. الاثنين، الاجهزه هتساعدك بشكل كبير جدا انك انت تعمل تحييز للمسلز، فبالتالي هايبرتروفي اعلى، فبالتالي تركيز على العضله اكتر، فبالتالي ريكروتمنت للمسلز اللي انت شغال عليها للفايبرز بتاعتها بشكل اكبر، فبالتالي هتقطع الياف اكتر، فبالتالي تكبر. الاوزان الحره ستابلايزيشن اكتر. هتلاقي نفسك قادر توازن نفسك في تمارين كتير جدا، هتساعد
انها تدخل لك بعض الديب تيشيو ماسلز او العضلات الصغيره، زي مثلا عضلات لوح الكتف، زي مثلا العضلات اللي بتربط ما بين العمود الفقري والحوض، فبالتالي هتلاقي نفسك بقيت في صحه احسن. فاخلط ما بين الاتنين، فوقك من الكلام اللي بيتقال. المكملات الغذائيه، سيبك من موضوع المكملات الغذائيه في بدايه رحلتك. المكملات الغذائيه مش سحر. عايز تدخل كرياتين، دخل كرياتين بعدها بشهر، شهرين، 3، او ممكن 6 شهور، لحد ما تلاقي نفسك انك انت مش قادر. اول ما توصل لمرحله انك بقيت ملتزم جدا، التمرين بقى جزء من حياتك، بقيت بتعمل لنفسك فترات حمل صح، بقيت بتعمل لنفسك فترات دايت صح، بس اوزانك ابتدت تثبت معاك، دخل كرياتين. كرياتين هنا هيلحقك، هيزود معاك من معدلات الاي تي بي، فبالتالي طاقتك هتعلى، فبالتالي اوزانك هتعلى، فبالتالي عضلات اكتر. تنويع في نظام التمرين. تنويع في نظام التمرين، مش هقول لك بروس بليت ومش عارف ايه والكلام، لا. تنويع في نظام التمرين يعني ايه؟ يعني مثلا هاي فوليوم، لو انتنسيتي، لو انتنسيتي، هاي فوليوم. باختصاريه شديده جدا، تمريني او جدول تمريني ثابت، ولكن طريقه اداء التمرين ذات نفسها. بدخل تكنيكس مختلفه، ريست بوز، بيراميد، دروب ست وسوبر ست. أم، ايه ممكن تاني؟ يعني عشان ما اطولش عليك في التفاصيل، بس حاجه زي كده انت مثلا مش هتحتاجها دلوقتي خالص، هتحتاجها مثلا بعد 6 7 8 9 شهور، ممكن تقول سنه. فاهمني؟ بعد ما تقضي مثلا سنه او سنه ونص من ضمن البناء العضلي اللي انت بتعمله لجسمك. كل دهون، كل دهون، دهون صحيه، زيوت، فوقك من الزيوت المعفنه اللي في السوبر ماركت. كل دهون، كل مكسرات، كل زبده بلدي وسمنه بلدي عادي جدا، مفيش اي مشكله. دخل مواد دهنيه زي الافوكادو مثلا، اللي هي المواد الغذائيه الدهنيه زي الافوكادو، عادي جدا. اهتم بعضلاتك الضعيفه. ممكن تدخل عضلاتك الضعيفه مرتين في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع، عادي جدا، مفيش اي مشكله، بس على حسب العضله. لو هي عضله صغيره تقدر تدخلها 3 مرات في الاسبوع. لو عضله كبيره، اخرك مرتين، لو انت جدول التمرين بتاعك محشور في اسبوع. ودي حاجه كمان، ما تحشرش بعد ما تتقدم في المستوى بتاعك، جدول التمرين بتاعك ما يتحشرش في اسبوع. ليه؟ مش هتعرف تدي لنفسك فرصه ان لو في عندك عضله ضعيفه، خصوصا لو عضله كبيره، ان انت تطورها بشكل كافي. ممكن جدول التمرين بتاعك او السايكل بتاعت او المايكرو سايكل بتاعتك اللي هي الصغيره، اللي هو الاسبوع ده، ممكن يترجم ل 10 ايام، مفيش اي مشكله. مفيش اي مشكله ان جدول التمرين بتاعك يقعد 10 ايام. انك تغير انك تعمل ريسايكل، او ان انت تعيد السايكل بتاعتك 3 مرات في الشهر، مفيش اي مشكله. الاسترتشات، اهتم بالاسترتشات اهتمام قوي جدا جدا جدا. كل ما تعمل استرتشات اكتر، كل ما العضلات بتاعتك تتحافظ على المرونه بتاعتها، كل ما يحصلهاش تيبس او انها تمسك في بعضها، كل ما ده كمان يحسن من البلاد سيركوليشن في العضلات عندك، فبالتالي يوصل لها الغذاء بتاعها، يوصل لها ماكرو نيوترينتس، يوصل لها مايكرو نيوترينتس، يوصل لها المعادن اللي هي محتاجاها علشان يحصل لها كونتراكشن وفليكشن. خلي بالك من حاجه زي كده. الفوتج، الفوتج بتاعك مهم جدا. صور نفسك اول شهر ليك في الجيم، صور نفسك تالت شهر ليك في الجيم، صور نفسك في تاني شهر، في تالت شهر، في رابع شهر، في خامس، في سادس، في سابع. صور نفسك على الاقل مره واحده كل شهر، عشان تشوف التغيرات اللي بتحصل في جسمك. ليه؟ لان التغيرات مش بس ميزان، والتغيرات مش بس انبادي، والتغيرات مش بس صور، والتغيرات مش بس مزوره. كل دي طرق قياس للمستوى بتاعك، سواء متقدم او سواء ايا كان مستواك. انا اسف، كل دي ادوات تقدر تستخدمها تقيس تقدمك بيها. انبادي، ميزان، مزوره، صور. عايز إيه اكتر من كده؟ 4 طرق. ما تقلدش صاحبك في التمرين، خصوصا لو صاحبك محنك. ما تقلدش صاحبك في التمرين. صاحبك لو ماشي مع مدرب، هو له تمرين وانت ليك تمرينك. ممكن تخشوا مع بعض في نفس التمرين، تساعدوا مع بعض في الحركات، او تساعدوا مع بعض في التمرين بشكل عام، عادي جدا، اذا كان هو موجود في الجيم وانت موجود في الجيم. او ممكن حتى كمان انتوا الاثنين تنزلوا نفس التمرين مع بعض، ولكن انت ليك تمرينك بعدتك باوزانك بمجاميعك، هو له تمرينه بعدته باوزانه بمجاميعه. مش شرط انتوا الاثنين تلعبوا نفس التمرين. النوم، تنام كويس، تحافظ على جودة نومك،
من 7 ل9 ساعات في اليوم. عفوا، من 7:30 ل9:30. ليه؟ علشان انت دورة النوم الواحدة ساعة ونص، فانت بالتالي محتاج عدد فترات او عدد دورات نوم معينة، حوالي من 35 ل 40 دورة في الاسبوع. فانت احسبها مع نفسك، شوف هتجيبهم ازاي بقى براحتك انت، فاهم؟ شوف انت عايز تجيب عدد الدورات ديت في خلال الاسبوع ازاي، تخليهم مثلا كلهم على فترات معينة، مثلا يوم او يوم لا، تخليهم مثلا في اخر الاسبوع، براحتك عادي. ولكن انك ما تحافظش على جودة نومك يوم بعد يوم، ده هيكون مش كويس بالنسبة لك. حافظ على جودة نومك من 7 ساعات ونص لحد 9 ساعات ونص برضه. الكارديو بقى، وده آخر حاجة. زي ما احنا قلنا في ان التنشيف مفيد، التنشيف مفيد في الكارديو، زي ما برضه البالكينج بشكل عام، لو انت شخص مبتدئ برضه الكارديو مهم فيه. ليه الكارديو مهم حتى كمان في فترة البالكينج؟ لأن في البالكينج زي ما قلنا انت بتحسن من معدل ضربات القلب، بتحسن من الدورة الدموية بتاعتك، بتحسن من سرعة سريان الدم في الجسم. لو انت بتتمرن، عشان العضلات اللي انت بتتمرنها محتاجة دم، محتاجة ان الدم يتركز فيها، فبالتالي تدي اداء اعلى. فانت لما تيجي تلعب الكارديو بتاعك هتلاقي ادائك بيعلى، وهتلاقي اوزانك بتزيد. فحافظ على الكارديو بتاعك ارجوك، سواء كنت كاتنج او سواء كنت بالكينج. بس كده يا صديقي، كده خلصت الفيديو. اتمنى يكون الفيديو دوت مفيد لاي حد مبتدئ داخل الجيم. متنساش قبل ما تقفل الفيديو تعمل لايك، وتعمل سبسكرايب للقناه، وتشير الفيديو لاكبر عدد من صحابك لو هو شخص مبتدئ وحابب ان هو يخش الجيم. اشوفكم في الحلقه الجايه. بيس.